بسم الله الرحمن الرحيم. بضيق الصدر أحزانا ظننت سعادتي لهوا يزيح الهم سلوانا. أيا نفسي خبا نفسي بضيق الصدر أحزانا ظننت سعادتي لهوا يزيح الهم سلوانا. فلم أزدد سوى هم ولو أضحكت أحيانا. فلم أزدد سوى هم ولو أضحكت أحيانا. ولو أضحكت أحيانا. يسافر بالهوى قلبي لدور اللهو نشوانا. فتوقفه محطات تهز عراه إيمانا. يسافر بالهوى قلبي لدور اللهو نشوانا. ماريا فتاة بيضاء جميلة حسنة القوام مشهورة بين صديقاتها بالضحك والنكت، لكنها كانت تحمل صفة قبيحة لن أخبركم بها الآن. عاشت ماريا حياتها على لهو ومعاصي، تقضي الساعات الطويلة على سماعات الهاتف ويناديها ربها إلى الصلاة فما تستجيب. تخرجت من الفصل الثالث الثانوي قبل 2 من الآن. كانت طموحاتها أريد أن أكون مغنية مشهورة ولا شيء آخر، ولكن لم تتحقق الأمنية. بين أروقة الجامعة في السنة الأولى كان لديها الكثير من الصديقات والأصدقاء، ثم بدأوا يقلون. كانت تستلذ بصنع المقالب فيهم وإيقاد الفتنة بينهم. مرة جعلت شابا يفسخ عقد الزواج مع امرأته التي كانت طالبة معهم بسبب النميمة التي جعلت تمشي بها بين الرجل وزوجته. ومرة تسببت في طرد زميلة لها من الامتحان عندما زعمت أنها كانت تغش، وذلك انتقاما منها لأنها نصحتها بالحجاب الشرعي. كم وكم قد أفسدت ماريا. وانتهت السنة الثانية من الجامعة لتسقط ماريا ضحية لعلاقة محرمة. كانت لا تبالي، لا شيء يردعها ولا شيء يخيفها، لكنه الله الجبار المنتقم. خرجت تلك الليلة صدمتها سيارة في حادث مروع وحملت إلى المستشفى، ولم يعلم الأهل بها إلا في اليوم الثاني. جاءوها في غرفة العناية المركزة لا تتحرك ولا تستطيع التكلم، الأجهزة والأنابيب تملأها. كانت أمها تحاول أن تقرأ عليها آيات من القرآن، فإذا سمعتها اضطربت واهتزت وتحركت في سريرها، فتخاف الأم وتوقف القراءة. أسبوع كامل وجاءت اللحظة الأخيرة. كان ملك الموت واقفا عند رأسها. لم يكن أحد من الممرضين أو الممرضات عندها. بدأت الروح تغرغر في حلقها، تمنت لو تصرخ بكل ما أوتيت من قوة: يا رب أرجعني إلى الدنيا لأعمل صالحا. يا رب أرجعني إلى الدنيا لأصلي. يا رب أرجعني إلى الدنيا لأتحجب الحجاب الشرعي. يا رب يا رب. وخرجت روحها وفارقت الحياة. تحدثني يا شباب إحدى الأخوات تقول لي: والله يا شيخ، قالت لي المرأة المغسلة التي غسلت ماريا كان وجه ماريا أسودا لم يكن طبيعيا أبدا، لكن الفاجعة الكبرى التي أبكتني وأبكت تلك المرأة المغسلة أن الغائط كان يخرج من فم تلك الفتاة. تقول المغسلة: كلما نظفت فمها كلما عاد مرة أخرى ليمتلئ بتلك القاذورات السوداء. كنت أستغفر الله وأبكي وأدعو لها بالرحمة. والله لقد ربطت رأسها ولا يزال في فمها تلك الروائح الكريهة. وقد سألتني تلك المغسلة: هل كانت هذه الفتاة مشهورة بمعصية معينة؟ قلت لها: نعم، كانت تنم بين الفتيات وتوقع الفتنة بينهم بغيبة وكذب محرم. ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه وانثنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه، وكأن القوم فيما كان فيه لم يلوه. ابتلى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه،
طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه. يا من ستفوت أنفاسه استدركها، يا من ستفوت أيامه أدركها. عز الأنفس عليك نفسك فلا تهلكها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.وذكر.net.